تعالوا نعمل حبة بيفور بقى دايب وتحفة، احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. وهوريكم طريقة حلوة قوي للتزيين وسهلة وبسيطة بجد يا جماعة، بيدوب كده في البق وشكله حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي بكل سهولة. عندي كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه، يعني مطلعاها من التلاجة ومخليها تبقى طريه. هحط عليها نص كوبايه من السكر البودره، كوبايه الزبده بما يعادل 200 جرام، والسكر البودره 60 جرام. هضربهم مع بعض على سرعه عاليه كويس جدا، ولو في حاجه على الجوانب كده بشيلها. هضربهم كويس جدا لحد ما يبقوا كريمي واللون يبقى فاتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف لهم 2 صفار بيضه، وكمان معاهم ظرفين من الفانيليا، يعني بما يعادل معلقه صغيره من الفانيليا. الخلاف بقى بتاع كل سنة نستخدم بيض كامل ولا صفار بيض بس. انا بحب استخدم صفار البيض بس، البيديفور بيبقى ماسك نفسه بس في نفس الوقت بيدوب خالص كده في البق. طيب لو انتوا عايزينه انشف شوية يبقى استخدموا صفار بيضة واحدة وبيضة كاملة، ولو بتحبوه انشف اكتر يبقى حطوا بيضتين كاملين. بعد ما ضربتهم كويس هضيف لهم بقى كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة من الملح. كوبايتين الدقيق بما يعادل 250 جرام من الدقيق، يعني ربع كيلو. في المرحلة دي مش بنقلب كتير خالص عشان برضو ما يطلعش ناشف معانا، احنا هنقلب لحد ما الدقيق يختفي. وكمان العجينه يا جماعه بتبقى طريه بس مش بتلزق قوي في الايد. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم. لو عايزين تعملوها بالشوكولاته هتعملوا نفس الخطوات بالظبط، بس عند مرحله الدقيق هتشيلوا منه معلقتين كبار وتحطوا بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ولازم تنخلوا الكاكاو كويس جدا عشان ما يبقاش فيه كتل، وتقلبوهم مع بعض كويس جدا. وبعد بقى ما تضربوا الزبده مع السكر مع البيض والفانيليا هتضيفوا برضو الخليط ده، وبس كده هتقلبوهم مع بعض لحد ما يبقى بالشكل ده. وكده يبقى جاهز معاكم اللي بالفانيليا واللي بالشوكولاته. تعالوا بقى نشوف هنشكله ازاي. ده شكل القمع اللي انا هستخدمه. بجيب كيس حلواني وببتدي ان انا احط فيه القمع بالشكل ده وبقصه على مقاسه بالظبط. وبعد كده بجيب جار او كوبايه تكون طويله شويه احط فيها الكيس وافتحه بالشكل ده واملى فيه خليط البيديفور بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده اهم حاجه ان انا اضغطه كويس جدا عشان يطلع اي هواء فيه وما يعملش عندي فراغات في شكل البيديفور. وبعد كده هجيب الصاج بتاعي وابتدي اشكل بكل سهوله كده. شايفين بقى العجينه طريه وسلسه وبتنزل معانا بكل سهوله، وده دليل على نجاح العجينه. بس كده عملت كل الصاج ده، وعمل كمان معايا صينيه صغيره، يعني هم كوبايتين دقيق بس بيعملوا معانا كميه حلوه قوي. اللي بالشوكولاته شكلته بنفس القمع وبنفس الطريقه. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ لو الدنيا عندكم حر وحسيتوا ان العجينه سخنت منكم لازم تدخل التلاجة شويه يا جماعه قبل ما تدخلوها الفرن. لو بتعملوا كميه كبيره دخلوا الصاج في التلاجة لحد ما اللي في الفرن يطلع وتدخلوه بعد كده، بس ما تسيبوهوش كده بره علشان العجينه ما تسحش وتبقى سخنه، وساعتها ممكن يفرش منكم في الفرن ويبقى شكله مش حلو خالص. بكون مشغله الفرن من قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 180. بيدخل على الرف الوسط بياخد تقريبا من 10 ل 15 دقيقه، هو مش بياخد وقت خالص في الفرن. انتوا هتلاقوا الجوانب كده ابتدت تاخد لون، ومن تحت كده بقى خد لون كمان ذهبي حلو. وبس كده هو يبقى جاهز عندكم. شايفين بقى شكله بعد ما خرج من الفرن ولونه من الناحيه التانية هش يا جماعه وخفيف وتحفه وريحته قلب البيت كله بجد. واول ما بتكسروه كده بيدوب. تعالوا بقى اوريكم هنزينه ازاي. انا بستخدم شوكولاته بالحليب وبحب قوي بتاع الدريم دي، بكسرها بس كويس قوي عشان تسيح معايا بسهوله. دول 200 جرام من الشوكولاته، بحط عليهم معلقتين كبار من الزيت واحطهم في الميكروويف 30 ثانيه واطلعها اقلبها واحطها تاني 30 ثانيه واقلبها لحد ما تسيح معايا خالص بالشكل ده. ممكن تسيحوها على حمام مائي، مش لازم مايكروويف خالص، وبرده هتطلع معاكم حلوه جدا. هبتدي بقى الزق البيديفور. هجيب 2 يكونوا قد بعض كده، وهبتدي اجيب جزء من الشوكولاته حبه كده احطهم في النص، وبعد كده هقفل عليها التانية بالشكل ده واضغطها كويس. ولازم البيديفور يكون برد معايا خالص قبل ما الزقه. عملت كل كميه الفانيليا وعملت برده كميه الشوكولاته بنفس الطريقه. لو عايزين تلزقوه بالمربى زي ما تحبوا، بس المربى يا جماعه بتخليه بعد فتره كده يطرى، وكمان الشوكولاته بتفرق جدا في طعمه. بعد كده ببتدي ان انا اخد البيديفور بعد ما لزقته احطه كده في الشوكولاته، وعندي بقى سبرينجلز جوز هند مكسرات زي ما تحبوا، واحطه بالشكل
كده. شايفين بقى شكله حلو ازاي. برضو عملت واحده تانية بجوز الهند، وعملت واحده بالفستق، ممكن تستخدموا اي مكسرات تانية انتوا بتحبوها. ودي بقى شكله تحفه. بحطه بس على صينيه، حاطه عليها كيس بلاستيك علشان ينشف معايا حلو وما يلزقش. وعملت برضو اللي بالشوكولاته بنفس الطريقه، ورصيتهم بقى. بجد كان شكلهم يا جماعه خطير، شكلهم حلو جدا. شايفين بقى حلوين ازاي دول بعد ما نشفوا خالص. وبعد كده برصهم بقى في طبق التقديم بالشكل ده. شايفين بقى شكله حلو ازاي. عايزه اقول لكم رغم ان انا عاملاه بصفار البيت كان متماسك جدا، وانا ماسكاه مش بيتفتفت زي ما كل الناس فاكره، وكمان طعمه كان خطير. شايفين بقى من جوه عامل ازاي، الشوكولاته وكل حاجه مع بعض كانت مظبوطه قوي، وكان هش وبيدوب كده في البق. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.